حمزة. شغلة الصنفرة الحديثة اسمها BDR. اتعلمتها فين يا باشمهندس؟ اتعلمتها في دبي اه. وفي دول أوروبية. وبرجع الصاب أي خبطة برجعها بدون أي أثر. زي كده. دي خبطة اهي في عربية جديدة زيرو اسمها تيريوس دايهاتسون. وادي خبطة وادي واحدة كمان اهي، وفي واحدة في نفس المكان بس اليمة التانية اهي زي دي. وخبطة زي دي هتشوفوها حضراتكم بعد ما اخلصها بدون اي اثر، هترجع اصلها. وللتواصل معايا في رقم تليفوني اهو. تمام كده. تمام. ده كشاف، ده شغلي. ده كشاف بيظهر ده الخبطة. كشاف حضرتك بتعمل ايه؟ الكشاف ده عشان يبين لي الخبطة اه. زي نظام زي طبيعة الأشعة، بيظهر لي الخبطة زي ما حضراتكم شايفين. اه، يعني الكشاف ده حضرتك بيظهر لك الخبطة؟ بيظهر الخبطة لأبعد اه، بيحدد لك الخبطة. بيحدد لي الخبطة ويظهرها أكتر، يظهرها 100%. اه. ده بالتالي الكشاف. ده اسمه لايت. اه. هتبدأ يا استاذ احمد؟ هبدأ إن شاء الله وأوريها لكم بعد ما أخلص إن شاء الله. ماشي، اتفضل يا استاذ احمد.
شغال اهو. تمام. لا نعم نعم. كده حاجه يا باشمهندس بقى، منتظر ايه؟ منتظر الشمع ينشف اه عشان اشد الخبطة. تمام. تشده بجهاز؟ بحاجة اسمها شاكوش نتاش. اه ودي عدة اللزق. اه دي حاجات اثار شغلك انت بقى حضرتك. اه تمام تمام. يعني مسامات مش محتاجينها قوي. تمام. ودي الخبطة حضراتكم شايفينها اهي بعد ما كانت مخبوطة داخلة جامد. انا شايف خرجت بره اهي. دلوقتي بقت بنسبة 50%. وان شاء الله هخلصها بنسبة 100%. وده نظام شغلي بدون اي اثر، بدون شاكوش وبدون سمكرة وبدون ما نيجي نجرح الصاج. بدون اي اثر للبوية. حضرتك عندك استعداد لأي عربية في مصر تعملها حضرتك ترجعها بالطريقة دي؟ بفضل الله. بدون ما تكون البوية مجروحة. تمام. لأن هعمل البوية وهي مجروحة هيفيد بإيه شغلي؟ هي كده كده مجروحة يعني هتترش. فهيفيد بإيه شغلي وهي مجروحة؟ فأنا بعمل العربية اللي مش مجروحة، الخبطة تكون مش مجروحة بحيث ترجع زي ما هي. وتكون العربية ما رشتش. يعني تكون العربية بوية فابريكا. ما تكونش اترشت قبل كده. تمام يا باشمهندس.
باشمهندس. وعليكم السلام. نظام البي دي ار اللي لسه مقررة حديثة دي يا باشمهندس، في حد هنا متعلمها في مصر برضه حضرتك؟ لا يعني هو للاسف ان انا الوحيد اللي في مصر. ما شاء الله. عرفت ان في عروض جات لك كتير من توكيلات هنا في مصر هنا. عندي مرسيدس ان انا اشتغل عندهم اتعين. بس يعني رفضت عشان يعني حسيت انه احتكار. وانت مش عاوز احتكار. وانا مش عايز احتكار، انا عايز اعمل عربية حضرتك وعربية ناس تانية. مش عايز ارتبط بمكان. تمام. وعاوز تسهل على الناس برضو التكلفة وكده. لان الاحتكار هيغلوا. التوكيلات بتغلي الاسعار جدا. وانا يعني بفضل الله يعني اسعار الحمد لله كويسة. الحمد لله. بعمل السنتي ب 150 جنيه. تمام. في العربيات الحديثة والعربيات الجديدة اللي زي بتاعت حضرتك ان شاء الله. وتكون مرشتش. العربية تكون مرشتش عشان العربية لو رشة البوية بتطلع. تمام. انما بوية الفابريكا زي كده بفضل الله بترجع اصلا. بفضل الله. الحمد لله. احنا شايفين حضرتك اما شديت دلوقتي اللي هي دي الطبة دي او اللزقة دي اسمها طبة. ده اسمه لزق الشمع المسدس. شايفين لون العربية زي ما هو. بفضل الله زي مفيش بوهية ولا؟ لا ولا بوهية بتطلع ولا اي اثر. وحضرتك بتفضل معاها لحد ما بترجع زي ما هي. بترجع اصلها بفضل الله. بتعرف ازاي بقى ان هي رجعت زي ما هي؟ الكشاف ده بيظهر لي الخبطة 100%. ان شاء الله. زي ما حضرتك شايف. الكشاف ده اللي هو زي الاشعة. زي نظام اشعة بس نور اللي هو الليد الجديد. بيظهر لك الخبطة. بيظهر لي الخبطة بنسبة 90% او 100% ان اطلعها. صحيح. الحمد لله وبفضل الله اني اتعلمت الشغلانة دي. ناس كتير هنا في مصر عرضوا عليا ان هم يعملوا لي اماكن وتوكيلات وكده ومركز. انا ملاحظ ان هو يعني حتى مبين تحت ظاهر تحت الخبطة اللي تحت دي ظاهر. دي خبطة بيظهر كله. لسه ما طلعتش. هطلعها بفضل الله. ان شاء الله. ربنا يوفقك يا باشمهندس. اللهم امين يا رب. اللهم امين. الخبطة تحت ظاهرة. دي اهي. الكشاف اللي ظاهرها. انما لو شلت الكشاف ممكن حضرتك ما تشوفهاش. محدش يشوفها صح. احنا مع حضرتك كده قبل اهوت حضرتك، وان شاء الله بعد باذن الله. ان شاء الله اوريكم بعد ما اخلص ان شاء الله. باذن الله. اوريكم ان شاء الله. اي عربيه حديثه حضرتك تشتغل فيها. اي عربيه بفضل الله. حتى الالمونيا. تمام. في العربيات الجديده اللي هي المرسيدس والبي امات والحاجات دي بتبقى المونيا. العربيات الكبوت والرفاف وكده. بفضل الله برضو بشتغل فيها. اوريكم ان شاء الله بعد ما اخلص ان شاء الله.